حبة احتفالات عظمة اتفرج عليها وبعد كده نخش في الحلقة. عايزانا في ايه طيب؟ ايه خطوة؟ ايه يابا؟ الصفارة وقعت مني. هيك الصفارة وقعت مني. على دور ال 32 تعالي يا استراليا تعالي يا استراليا. ألف 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 مبروك، منتخب مصر يصعد لدور ال 32 في كأس العالم. احنا في حلم يا جدعان. ألف 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 مبروك. هكلمكم عن الماتش دلوقتي. كان ماتش صعب جدا. كان ماتش احنا كنا ممكن نخسره. ابقى صريح معاك، كنا ممكن نخسره، ولكن خلينا نبص نص الكوبايه مليان. احنا ألف ألف مبروك، احنا دور ال 32 فاهمني. احنا خلاص احنا رايحين لاستراليا. يعني بص، فرحة ما بعدها فرحة. انا اتفرج يا باشا على الفرحة بتاع الشعب المصري، اتفرج على الاعلام، اتفرج الناس هايصة ازاي في الشارع، فرحة الشارع المصري، كلنا فرحانين. الف الف مبروك. مبروك يا عميد اللي تستحق كده. مبروك يا محمد صلاح. مبروك يا جدعان. الف الف مبروك. اكلمكم دلوقتي في الماتش. كابتن حسام حسن نزل بالتشكيلة، غير فيها كام عنصر. نزل بشوبير، هاني ومنعم وربيعة وفتوح اتنين. غير مروان بمحمود صابر ونزل وجنبه مهند لاشين. حط قدامهم صلاح وتريزيجيه وامام وقدامهم زيكو. خطة كويسة غير فيها كام عنصر مفاجئين. كام عنصر في الاول. مصر نزلت اول 4 دقايق بتلعب، عايزة تعمل حاجة
فاهمني. اللعيبه بتنقل على الارض في هدوء وكده اهو، وده اثر عن ايه؟ اثر عن هدف اول 4 دقايق. يا جدعان منتخب مصر بيجيب جون اول 4 دقايق. احنا كنا بننزل نركن الاتوبيس مع اي منتخب، مع اي مدرب ومع اي منتخب، فاهم انت، ونقول يا رب ايه، فاهم انت، يا حيطه داريني زي ما بيقولوا. دلوقتي انت اول 4 دقايق انت اللي بتجيب الجون، انت اللي بتباغت، انت اللي فاهم انت، انا اللي هسجل الاول. اول 4 دقايق كوره طويله من رامي ربيعه لزيكو، زيكو يريحها بصدره حلو قوي 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 لصلاح، صلاح يشوط ولكن تخبط، يحصل دربكه في ال 18 تروح لمحمود صابر يشوطها والهدف الاول. وايه شايطها فاهم انت وداخله، فاهم انت، عدى الكوبري من الحارس وخبطت في المدافع، فاهم انت، والحمد لله دخلت وهدف اول 4 دقايق. فاهمني. احنا عارف انت اللي هو يعني ربنا كرم العميد ان هو كل ما ينزل لاعب ربنا يكرمه. فاهمني. نزل زيكو، مشيت معاه في ماتش البرازيل ومشيت معاه في اسمه ده قدام بلجيكا، عمل ماتش كويس، ومشيت معاه في ماتش نيوزيلندا. نزل النهارده محمود صابر، محمود صابر تعالى اتفرج النهارده، فاهم انت، ربنا كرمه بالجون دوت، فاهم، عمره ما ينساه في حياته. فالحمد لله والهدف. واحنا قاعدين بقى فاهم انت، ايوه فاهم، ده هتفتح ليه؟ لان ايران يا جدعان برضو، ايران لعبه معروف، فاهم انت بتشيل الكرة الطويلة، فاهمني، اللي كانت بتتاخد مننا كتير النهارده، كانت بتتاخد مننا كتير، بيشلح الكرة الطويلة يريحها لحد ويروحوا، ده لعبه. فاهمني. فانت النهارده يعني الحمد لله ربنا كرمنا بالجون دوت في الاول. بعدها على طول البيلين بتاع منعم باين عليه يا جدعان نازل مش جاهز، هو كويس بس باين عليه نازل مش جاهز. فاهمني. لا ولا اداء ولا لعب ولا اي حاجه، الكره تيجي فاهمني طخ يقوم شايل رجل اللاعب وبيلين، فاهمني. وبعدها على طول كمان اتصاب فخرج، يعني ربنا يشفيه ان شاء الله يرجع بألف سلامه. وبيلين طبعا احنا كلنا بقى فاهم انت بيلين كده هو، بس الواحد كان عنده ثقه في مصطفى، كان عندنا ثقة في مصطفى شوبير. مكان الحراسة ده انت لازم تبقى واثق في اللي واقف فيه وش كده اهو. فانت احنا عندنا ثقة، فاهم، اللي هو ان شاء الله هتصد، فاهم، هتصد ان شاء الله. وقد كان مصطفى شوبير، فاهم انت، الراجل ابن الراجل صدها النهارده، والنهارده عمل ماتش كبير، عمل ماتش كبير ما عدا طلوعه في الركنيات، طلوع عشان هو قصير يعني، في الاخر خالص جاب كام كرة كده هو السبب فيه، حتى الجون جايلك ليه. بس هو بسم الله ما شاء الله بيلين بيشيل على الارض، بيشيل خفيف بناء هجمه، انما الكور الطويله ديت لا. بس الحمد لله شايل بيلين بشكل كويس جدا جدا جدا. بعد كده الجون بتاع ايران، حتى جون ايران هو صدها اصلا قبل ما تخش، فاهمني، يعني هو صدها الكره ملعوبه من ناحيه هنا، الراجل عدل وشاط صدها بشكل كويس جدا، ولكن الرقابه مين مكمل، فاهمني، فتح اتاخر واللعيبه اتاخرت، والراجل يخش طق يحطها من زاويه صعبه جدا، فاهمني، والهدف. فبرضه فاهم انت هدف، الواحد فاهم قلق، ما ينفعش بعدها زي ما بقول لك منعم الصاب. بعد كده احنا اول 20 دقيقه انت كويس، فاهمني، يعني انت ماسك كوره بتنقل تحاول تتحرك في حاجه هتقدم، احنا هنجيب جون، فاهمني، بس انت معرفش، انا كنت حاسس بكده اهو احنا هنجيب جون، بس انت معرفش في نقل كوره، في تحركات، في بتاع، فاهمني. بعد كده حتى كتبت نركز ونباصي على الارض هنجيب، فاهمني، ليه؟ لان جينا كتير قوي، فاهم، نودي العالية زيكو، نودي العالية على الاطراف، فاهمني، فبقت تتاخد مننا ويعملوا، فاهم انت، وهم اللي يبقى معاهم الكوره، لا لا عايزين ننقل على الارض. حتى انا كنت كاتب كده. بعد كده كتبت كتبت تريزيجيه كويس ولكن مش فعال. يعني ايه تريزيجيه كويس؟ بياخد الكوره بيحاول يروح، فاهمني، عايز يعمل حاجه، فاهمني، بيعمل نوش ولكن مش فعال على المرمى. يعني ايه؟ يعني الكورتين اللي كان فعال فيهم في الاخر اقول لك عليهم، انما بقيه الماتش هو بيحاول يرقص، بيحاول يحل فردي، فاهم انت، باص ولعبه، انما على الجون ما كانش فيه اي حاجه. بعد كده كتبت الشوط الاول خلص عايزين ننقل بسرعه، حسيت ان احنا تقال في حته النقله، بعد ما دخل فينا الجون احنا قلقنا، فاهمني، اللي هو فاهم انت بقيناش عايزين الكره تضيع مننا، فاحنا بنباصي ورا نحضر ورا بالراحه لان لو نقلنا بسرعه هنروح نخطفهم جون لان هم تقال، فاهمني، يعني اللعيبه بتاعتهم تقال، فانت فاهم، بس بسم الله ما شاء الله كل واحد فيهم هجمه، فاهم، الواحد من دول، فاهم، اللهم صل على النبي، طويل، فاهم، وضخم، فاهم، الواد من دول تخش كأنك داخل في حيطه والله. الحمد لله. بعد كده الشوط التاني بدأ، خرج صابر وإمام ونزل مرموش ومروان. بعد كده انت نازل الشوط التاني لما بدأت تنقل كام باصة على الأرض، ادي اهي اول كرة خطيرة صلاح خدها لعبها لتريزيجيه، تريزيجيه شاطها ولكن راحت ضعيفة في ايد الحارس.
كويس. بعدها على طول كرة خطيرة تاني، مروان لصلاح، كانت رايحة له عالية حلوة أوي، صلاح هادي عليها، لعبها لتريزيجيه، تريزيجيه شاطها، الواد حط رجله في الآخر خبطت في طلعت ركنية. لو كان اتأخر بس فاهم انت ثانية، تريزيجيه كان هيشمعها. فانت بص، انت بدأت كويس، نزلت كويس برضو أول 20 دقيقة، فاهمني انت نازل عايز تجيب جون، فاهمني وبننزل على الأرض. بعد كده بعد كده هوت فين خلاص خطيرة ايوه خروج صلاح. خروج صلاح احنا كلنا قلنا ايه، ازاي، فاهمني يعني الراجل عامل مستوى بسم الله ما شاء الله النهارده كويس جدا، بيحاول يعدي، عايز يلعب باصات حلوه، بيصنع كويس، فاهمني. فالناس كلها زامت، فاهم اللي هو ايه ده ازاي، صلاح كويس، فاهمني لما بيبقى وحش الحمد لله بنطلع نقول عليه وحش، انما ده كويس، فاهمني. فقلنا دي كده غلطة من العميد وباين علينا، فاهم هنلبس، لقينا جاي على الدكة، فاهم انت وحاطط تلج على الخلفية وعنده إصابة في الخلفية، ربنا يشفيه يا رب وإن شاء الله يرجع بألف سلامة. بعد كده هوت منتخب إيران مسك الكرة نص الملعب، فاهمني بقت الكرة محصورة فيه، الكرة حبة هنا وحبة هنا، كرات طويلة ديب ديب ديب، بتحس الماتش مل. بعد كده هو الدقيقة جت 75 خرج زيكو ونزل حمزة. حمزة اللي يعني الحمد لله ربنا كرمه بمدرب بيفهم، بيديله كل ماتش ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة. أيوة يا عم دخلهم، هم دي الناس اللي طالعة، فاهمني هي دي الناس، فاهم يعني دوت إن شاء الله يبقى مهاجم مصر قدام، غصب عن أي حد بينتقده، غصب عن أي حد غلاوي، ده إن شاء الله هيبقى مهاجم مصر إن شاء الله. فهو انه كويس ان هو بيديله ربع ساعة، وكويس ان هو بيخليه يبدأ يشارك، وفاهم انت حسيت المطوشة دي يا جدعان بتاع كأس العالم، ايوه ياخد عليها ياخد عليها. فنزله اخر ربع ساعة. بعد كده احنا في اخر كام دقيقة، الدقيقة 88 احنا اتزنقنا جامد قوي، لدرجة الدقيقة 88 جت عارضة الواحد قلبه وقع فيها، الكورة اللي اتلعبت ديت فاهم انت بالعرض دي، الراجل دخل عارضة، فاهم انت احنا بقى قعدنا بقى اخر دقايق دي، فاهم انا هسيب لك زي ما بقول لك، هسيب لك يعني ما قلت لك ولا ما قلتلكش، هسيب لك الاحتفالات اللي هي في الاخر، الاحتفالات بتاعتنا عندنا الشارع كده، الشعب المصري يا جدعان كان فرحان واتفرجوا على المنظر، كنا فرحانين كلنا، فاهم انت الف مبروك. فاوريك الاحتفالات، احنا كنا قاعدين فاهم، انجز خلص الماتش، فاهم والحكم عمال يطول في الوقت يطول في الوقت، يا عم انجز فاهم انجز عايزين نفرح. بعد كده اهوت كرة ايران اللي جت في العرض دي، بعد كده الجون اللي اتلغى، الجون اللي اتلغى كرة ملعوبة عرضية، مصطفى شوبير حتة أسره دي عامله مشكلة جامدة أوي، فقام طلع فاهم انت ديب بوكس على الفاضي، فاهمني دربكة دربكة دربكة، العيال تشيل الكرة مش عايزة تتشال، فاهمني والراجل ديب بيخش ولا هدف. طبعا فاهم انا جه قدامي عدى قدامي مبابي، كان عدى قدامي فاهم انت هاتريك ديمبلي، كده اوليسيه، فاهم لانك لو كنت طلعت تالت كنت هتقابل الناس دي، فاهمني فانت كنت عايز حتى فاهم تطول شويه، فاهم زعلت زعلت يعني، فاهم اللي هو يا جدعان طب ما نمشيها، فاهم يعني احنا اصلا المفروض نكسب، الواحد رايح عايز يكسب، فاهمني ومبسوطين وعايزين نكسب، فتعادلنا قشطه ماشي ماشي احنا كده كده صاعدين، فاهمني بس نسهل طريقنا، فاهمني لبسنا الجون والواد احتفل بالنضاره، فاهم بقى الواحد هدوء سكوت، فاهم الواحد كان متضايق جدا جدا جدا، فاهمني بعد كده الحمد لله اتلغى على شعره اوف سايد، فالحمد لله النضاره اللي لبسها دي هو عارف هيحطها فين، في جيبه. بعد كده هو عارضه برضو خطيره في الاخر خالص، العرضيه اتعملت، فاهمني ودي بالواد يخش خبطت هنا، هو بقى مش عارف بقى هندس ولا، بس دي بقى متلبست في العرض، ففاهم احنا قاعدين متكهربين، فاهم اللي هو هنلبس جون اهو، فاهم هنلبس جون اهو. كانت الكوره في الاخر اللي ياسر شالها دي، الواد يا سيدي في السكسة ياردة، كرة ملعوبة له، فاهم انت وهيخش ببطن رجله، فاهم انت لا ياسر بياخد الكرة طار، فاهم هو ياسر خد الكرة كلها برجل الواد وقام اتنصر، عاش يعني الكرة دي لو كانت دخلت فاهمني كان هيبقى 2-1 وكانوا هيكسبوا. الحمد لله والماتش ينتهي بالتعادل 1-1، منتخب مصر يصعد لمقابلة استراليا، الحمد لله كويسه، احنا كنا كسبنا اول ما كنتش عارف نقابل السنغال ولا لا، بس احسن يعني انا عندي فاهم انت اقول لك حاجه، انا عندي نخسر من استراليا، نخسر من فرنسا، نخسر من الاوروجواي، بس نخسر من اي فريق على الكوكب، فاهم انت 5-6 بس يبعدنا عن السنغال، كفايه بقى السيناريوهات النتنه دي بقى، كفايه بقى نفضل قاعدين وفي الاخر خالص فاهم انت نخسر جون ضربه جزاء، فاهم انت جون كره طايشه، فاهم زهقنا يا عم انت يا عم من فاهم انت من امي ده سيناريوهات يعني، فاهم قرفنا، فاهم الحمد لله ربنا بيحبنا،
وهنقابل استراليا يوم الجمعة الساعة 9، مواعيد حلوة مش الساعة 6 الصبح. الواحد فاهم انت يعني اللي مطبق واللي راح شغل واللي بتاع ليه 6 الصبح يا جدعان؟ والله العظيم بطولة كلها غريبة غريبة. الحمد لله نكسب، الحمد لله نصعد. نيجي دلوقتي لتقييم اللعيبة. أول لاعب معانا هو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير اديله 8/10. يا ابني بص انت الله أكبر عليك، الله أكبر عليك. بس حتة الطول وحتة الطلوع في الركنية دي انت لازم تشوف لك فيها حل، فاهمني؟ انت بسم الله ما شاء الله كور على الارض ممتاز، فاهم؟ انت شوطات من بعيد ممتاز، فاهمني؟ البناء الهجمه ممتاز، لكن تيجي في النقطه بتاعت الركنيات دي مشكله. واللي هيلاحظ فيك الحوار ده هيوقف لك واحد طويل يرازي فيك، فاهمني كده اهوت، فاهم؟ فلازم يشوف له. بس هو بسم الله ما شاء الله. والبيلن يا جدعان، البيلن احنا مش عايزين ننسى البيلن ده، لو كان دخل كان برضه هيكركب لنا الدنيا. ولكن في راجل واقف اسمه مصطفى شوبير 8/10. نروح لمحمد هاني. محمد هاني 6/10. ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم اديله 6/10. والكرة اللي شالها دي اصلا 10/10 لوحدها، بس هي حلوه 6/10. رامي ربيعة 7/10. رامي ربيعة كان كويس، كان عاجبني الشوط الاول. على كده الشوط التاني الدنيا خابت خالص. ومنعم طبعا فاهم مش هقيمه، لا تقييم، خرج بعد 13 دقيقة، حظ وحش جدا، فربنا يشفيه يا رب. نروح لأحمد فتوح. أحمد فتوح 7/10. كان كويس جدا برضو، ملتزم، فاهمني؟ مش اللي هو بقى فاهم اللي هو انا هفزلك، ملتزم. نروح للاتنين في خط النص. محمود صابر. محمود صابر 8/10. كويس، فاهمني؟ على الجون، بس هو مش الديفندر، او فاهمني، او مش البني ادم اللي هو يخبط، فاهم؟ مش مهند لاشين، فاهمني؟ اللي هو يخبط ويعمل. يعني مهند لاشين النهارده انا كنت حاسه عامل فاولات كتير اول درجه خد انذار، كانش ينفع، كانش ينفع، لازم برضه يهدى شويه. فمحمود صابر مش مفهوش الحته دي، فاهمني؟ فهي 8 بس عشان جاب الجون، يعني الف الف مبروك، هو كويس، فاهمني؟ وربنا بيحب ان هو ينزل يجيب جون مهم زي ده. بعد كده هو مهند لاشين. مهند لاشين 6/10 وخد انذار. مش عارف بقى يلعب الماتش الجاي ولا لا. بيقول لك الاتحاد قدم قرار او مش عارف ايه كده اهوت، اللي هو يحاولوا الانذار ما يعني فاهم ما يعتبر ما ياخدوش، لا عشان الفاول اللي خد في الانذار مش فاول، بس هو عمل فاولات كتير، فاهمني؟ ف6/10. نروح لامام عاشور. امام عاشور 5/10. نروح لابو صلاح. ابو صلاح 8/10. كان حلو جدا، فاهمني؟ ومركز مركز مركز، وعاش ابو صلاح، هو ده اللي احنا مستنيينه منك. تريزيجيه 7/10. زيكو 6/10. التبديلات اللي نزلت مين؟ التبديلات اللي نزلت كان حمزة 3. زيزو 0. ركز 0 وركز، وفاهم ما تنزلش يلوي وشك يا اسطى. انت بتلوي وشك ليه يا اسطى؟ فاهم يعني بتلوي وشك ليه يا عم؟ في ايه؟ في ايه يا عم؟ اهدى كده وخد الثقه كده، الدنيا تبقى حلوه. في ايه يا عم؟ ما تزعلش يا اسطى، ما انت بتلوي وشك. انت عملت ايه عشان تلوي وشك؟ ما عملتش حاجه. اهدى كده وركز يا عم، مستنيين منك الكتير. بعد كده مين تاني نزل؟ مين تاني نزل؟ صابر ومروان برضو 6/10. كويس. احنا خط النص بتاعنا لما مروان بيخرج بيفرق معانا يعني. بعد كده هوت مين تاني؟ ومرموش 2/10. وحتة الترقيص دي هو مرة تمشي ومرة لأ، فاهمني؟ المفروض ينقل، المفروض يبدأ. يعني مش ده اللي أنا كنت مستنيه من مرموش خالص، يعني أنا كنت مستني حاجة تانية خالص من مرموش، اللي هو البني آدم، فاهم؟ اللي هو هينقلنا لقدام، فاهمني؟ وهو هيبقى الهداف بتاعنا في كأس العالم، فهو كنت مستني منه حاجة غير كده، فاهمني؟ لما هو قام نزل بديل وما اشتغلش، مش هو خالص اللي احنا مستنيينه. 2/10. ومستنيين منكم كتير يا جدعان، مستنيين منكم كتير. احنا عايشين في حلم، يعني احنا خلاص كده، يعني معلش. انا لو خرجت من دور 32، خرجت من دور 16، خرجت من دور 8، خرجت من اي دور، انا مبسوط، فاهمني؟ خلاص انا عديت يعني. اللي احنا بنعمله ده فوق احلامنا وفوق طموحاتنا اللي احنا اصلا كنا رايحين بيها. يعني انا كنت رايح عمال اقول ايه؟ يا رب اصعد تالت، فاهم انت؟ وانا مرضي. انت بتصعد تاني وكنت ممكن تصعد اول، فاهمني؟ وهتقابل استراليا ممكن تكسبها وتروح للارجنتين، تروح لليو، فاهم؟ تروح لليو، فاهم؟ بيترعب اول ما بيشوف ياسر ومروان، يا خربانه يا معلم. فالواحد مبسوط، فاهم ان احنا كده اهوت يعني. معلش ان شاء الله لو عدينا استراليا او خسرنا منها الواحد مش زعلان، فاهم؟ صباح الفل خلاص، فاهم؟ ازعل ليه؟ فاهم؟ انا مبسوط. انا اصلا ما كنتش اتوقع ابقى في الحته دي، فاهم؟ يعني انا ما كنتش اتوقع، فاهمني؟ ان السيناريو ده يحصل، وكنت ممكن اطلع اول، فاهم؟ وعايشين حلم، فاهمني؟ فانت انك تكسب نيوزيلندا، تكسب نيوزيلندا وتتعادل مع بلجيكا كنت ممكن تكسبها، ده فاهم؟ دي حاجه كويسه جدا، احنا ما كناش نحلم بيها اصلا، فاهمني؟ احنا قلنا اصلا ماتش بلجيكا هيبقى صعب، فانت كنت هتكسبه. وماتش نيوزيلندا كسبته، وكسبت 3-1 كمان،
ماتش ايران احنا كنا عارفين ان هو هيبقى معرض، بس مش للدرجه دي يعني. ده اوحش اداء لينا في الثلاث ماتشات، اوحش اداء ايران. فالحمد لله وكسبنا. فحتى لو خسرنا من اي دور، وان شاء الله لا يعني، ان شاء الله لا، ان شاء الله نكسب ونروح نقابل الارجنتين واللي في الخير يقدموا ربنا. بس حتى لو خرجنا يعني الحمد لله الواحد مبسوط. والف الف مبروك يا جدعان. وهسيب لكم احتفالات دلوقتي بتاعت الشارع عندنا والاحتفالات. شوفوا الشعب ازاي مبسوط، شوفوا الشعب ازاي، فاهم انت يعني؟ فاهم اقل حاجه بتبسطه الكوره هي اللي بتبسطه. فاتفرجوا على الاحتفالات والسلام عليكم.